ندى جلجل. تفتكروا بقى اكتر حاجه بكرهها في تاريخ البشريه الميزان. تفتكروا بقى ندى جلجل كام كيلو؟ والله حلو. والله حلو. ايه ده؟ ايه النيله دي؟ اقل من 70. حتى لو 80 انا ملكه. ايه الرقم ده؟ ايه ده؟ 160. شيلي عشان انا فرحت. يلا دلوقتي يومك هيبدأ بإذن الله. عشان غير كده مش عارفه انزل. يا لهوي ركبي بدأت توجعني. الله يا رب اجعل كل الناس جسمها مناسب لله يا رب. خش جوه. انا مش هخسر اكتر من كده، انا تعبت بجد، تعبت مش قادره. اقعد اريح شويه. عيني يما، عيني يما على اللي بيحصل فيا ده. انا في حملي كله ما حصليش كده. عيني يما، عايزه انزل. احمد مش قادره. هي الارض بعدت ليه؟ تاني مشكله انا مش لاقيه الارض، الكرسي عالي قوي عن الارض، مش عارفه انزل. روح فين يا رب؟ هي عايزه نط، هي عايزه نط. 1 2. وانا لو نطيت على ركبتي يحصل لها حاجه بوزن 160 كيلو ده. نشوف. انت اجمل بابا ما فيش منك اتنين، وانت من عيون بابا واغلى من الغاليين. قلبي مطمن وانت معايا عمره ما كان حزين، وانت اللي وجودك جنبي خلي الدنيا تدخلني بتحن بيوقع قلبك منا، وانا اجمل شخص بيتمنى بمشواري يشاركنا. امس مثلك انت مضيعني بحاجاتك وملبكنا. اجمل فانز وحشتوني جدا، لو اول مره تشوفنا تنسيش تعمل لايك واشتراك بالقناه عشان يوصل لكم كل جديد. معانا النهارده مفاجاه قويه جدا لكل فانز برنس مصر، ومفاجاه رجوع امنيه القوه اخيرا، وتجربة فريدة من نوعها بتعملها لنا ندى جلجل، وبجد كانت صعبة جدا بس كلنا كنا بنضحك. مستر أحمد وصل ندى جلجل إنها توصل ل 150 كيلو. بجد اللقطات اللي هتشوفوها هتضحكوا جدا، وجلجل كانت زي العسل ودمها خفيف قوي. واخيرا معانا خبر حصري عن امنيه القوه، واخيرا رجوعها لليوتيوب هيكون امتى. عاوزين كل الفانز يوصلوا الفيديو ده لاكتر عدد من اللايكات عشان كل الفانز يشوفوه. يلا بينا بسرعه نبدا الفيديو. هنبدا بندى واحمد، وازاي جلجل بقت تخينه قوي كده. البدايه يا جماعه التحدي ده صعب جدا على جلجل، كانت مضايقاها جدا هو الميزان لانها ما بتحبوش خالص. فين يا جماعه المشكله ان مستر احمد كان عاوزها تروح كارفور بالوزن ده، وكمان هيديها 50,000 جنيه. حرفيا يا جماعه متنا من الضحك لما مستر احمد في كل مره بيقوم جلجل من على الارض وهي يا عيني مش قادره تقوم خالص من الحاجات اللي حاطينها لها. يو عند ندى واحمد يقول لنا دلوقتي في الكومنتات وضحكتوا ولا لا على اللي بيحصل. عارفين يا جماعه ضحكنا جدا على بيبي حياء، كانها ما صدقت ان جلجل لبست كده وبقت تضرب فيها كانها كنبه. واخيرا يا جماعه بجد بنشكر جلجل ومستر احمد على الافكار الجميله جدا دي، بجد الفيديو عجبنا قوي وضحكنا جدا. ودلوقتي تعالوا نروح لرساله مهمه جدا لندى جلجل. حاول تخس حتى لو هتعمل عمليه، صدقني هيفرق معاك جامد جدا، وربنا كده يا رب يجعل كل واحد جسمه مناسب لطوله. ولو وصلت بقى معايا لحد هنا اوعى تنسى تشترك في القناه وتوصل الفيديو ده ل 100,000 لايك، وقولوا لنا التحدي جاي عايزينه يبقى عن ايه. ودلوقتي واخيرا تعالوا نروح لامنيه القوه، والخبر الحصري معانا يا جماعه. وللاسف امنيه القوه رجوعها اتاخر جدا، والسبب يا جماعه هو دراستها. امنيه يا جماعه دلوقتي بتمتحن وتطلب من كل الفانز انهم يدعوا لها ربنا ينجحها وتطلع من الاوائل. ورسالتنا ليها في كل فيديو وحشتينا قوي يا امنيه وعاوزينك ترجعي في اقرب وقت ممكن. بس كده وصلنا لاخر الفيديو، لو اول مره تشوفنا تنسيش تعمل لايك واشتراك بالقناه عشان يوصل لكم كل جديد. دلوقتي تعالوا نروح بسرعه سؤال المسابقة، والسؤال بيقول قولوا لنا امنية القوة اتولدت في يوم ايه. شوفوا الفيديو كله وحلوا كمان السؤال وكملوه عشان اسامي الفانز اللي فازوا في المسابقة. وهنا وصلنا للنهاية، متنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.